السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اعمل معاكم وجبة كده خفيفة، وطبعا انتوا عارفينها بالحر ده، وكل يوم عاوز اكل جديد. فحبيت ان انا اشارككم معايا بمكرونة وبانيه. بما اني بقى جات لي زيارة على غفلة كده، وما كنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. فحبيت ان انا اعمل وجبة كده سريعة، وبنفس الوقت مش مكلفة خالص. جبت هنا نص كيلو من البانيه، وحطيت التوابل هنا زي ما انتوا شايفينها كده: خل وثوم وبابريكا وشطة وكزبرة وكمون ومعلقة قرفة صغيرة ومعلقة شطة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وببدأ بقى ان انا اتبل معاكم البانيه. طبعا انا كنت محتارة هعمل ايه، وعاوزة برضو حاجة فيها لحوم او بنفس الوقت تكون سريعة ويتناسب الصيف والحر اللي احنا فيه. فجبت معاكم هنا نص كيلو من البانيه، وحبيت ان انا اتبله معاكم كده. واجيب عندي طبعا خلطة الفيجيتار، ممكن تجيبيها اكياس او تجيبيها من عند العطار. ممكن تحطي عليها بقسماط، او ممكن تعمليها خلطة انت بتعمليها بكريسب، او خلطة انا كنت عاملاها قبل كده في فيديو ادي يعني على القناة. لو حبيتوا تشوفوا الوصفة بتاعتها ان شاء الله تعجبكم. انا هنا بقى حبيت ان انا اعملها يعني حاجة سريعة، فجبت الفيجيتار اللي هو الكريسب. بسيب هنا بقى معايا قد ربع ساعة او نص ساعة البانيه بالتتبيلة بالشكل دوت، يتبل او يشرب التتبيلة بتاعته عشان يبقى طعمه باين في التتبيلة وشارب التتبيلة. وملحوظة ما تحطش ملح كتير، يعني عشان البانيه بالذات بيشرب الملح، ولو كترته من الملح هتلاقيه حادق معاكي. يعني حاولوا ان انتوا تقللوا بالملح، لو معلقة صغيرة على نص كيلو هيكفي. معايا هنا بقى بيضة هكسرها على البانيه واقلبها بقلب بعضها. ومعايا البشيدار ده كريسب. طبعا انا مش عاوزة اعمل اعلان لاي منتج، فانا جبت كيس من اللي هو الكريسب وحطيته كده بعد ما عملتها بالبيض. وابدا بقى معاكم ان انا هعمل التسبيكه بتاعه المكرونه. طبعا المكرونه ممكن تعمليها ببصل وثوم زي ما انتوا شايفين كده. بصلايه صغيره بتحمريها بسمنه، وبتحطي عليها معلقه من الثوم، بتحطي عليها التوابل اللي هو بابريكا وشطه وملح وكمون، وبتحطي الكزبره معلقه، وبتحطي بقى هنا معاكي مكونات بتسيبيها بتتسبك. طبعا ممكن لو ما عندكش بصل تعمليها بتوم. طبعا المكرونه تمشي كده وكده حسب ما انتوا حابين. معايا هنا بقى على العين التانية ميه كنت حطاها لسلق المكرونه. بحط لها معلقه من الملح، وبحط المكرونه تتسلق بالشكل ده، واصفيها واقلبها بالصلصه، وبقلي البانيه. كده كان غدا النهارده. رب يكون عجبكم. متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. تعمليها لو جاتلك والسلام تعمليها بسرعه، مش هتاخد من وقتك ساعة أو نص ساعة بالعمايل. متنسوش بقى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك، فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله.